فيلمنا بيبدأ مع جيسيكا واللي بتكون عايشة في بيت والدتها المتوفية مع بنتها ليني وابنها سايمون. جيسيكا دخلت المصحة النفسية علشان تتعالج من إدمان المخدرات، ولما خرجت قررت إنها تبدأ حياتها من جديد مع ليني وسايمون وفي مكان بعيد عن اللي زوجها روب اللي مازال بيدمن المخدرات. ولكن في يوم من الأيام بتقرر جيسيكا إنها تسيب بيت والدتها وترجع لبيتها القديم بسبب قربه من مكان شغلها، وبتجهز نفسها ولكن بيجيلها تليفون من كلير أختها واللي بتعرف إن جيسيكا هتسيب البيت، فبتقلق عليها من إنها تكون رجعت تاني للتعاطي. لكن كلير بتطمنها إنها لسه قوية زي ما هي، وبتقفل جيسيكا مع كلير التليفون علشان تبدأ تسألها ليني عن والدها اللي ما كانتش بتشوفه طول فترة وجودهم هنا. وساعتها جيسيكا بتقف في صمت شوية كده وبتفكر هترد بإيه عليها، وبتقول لليني إن والدها عايش وبتضطر تكذب عليها وتقول لها إنه كمان بيتعالج في المستشفى زي ما كانت والدتها بتتعالج. وقبل ما بتتحرك جيسيكا بالعربية بتدخل جوه مخزن المؤن بتاعها علشان تقدر تاخد أكبر كمية من الطعام الموجودة فيه وتمشي، وفجأة بيتقفل الباب بتاع المخزن عليها، فبتقرر تستعين بمساعدة بنتها ليني علشان تقدر تفتح لها الباب بتاع المخزن. وبعد محاولات كتير علشان تفتحه بتفشل جيسيكا في انها تفتحه، وبتطلب من ليني انها تروح عند الصندوق الاحمر الخاص بالعدة واللي كانت محضراها جيسيكا علشان تاخدها معاها، علشان يعني تجيب لها اي آلة حادة تساعدها في فتح الباب. لكن كل ده دون جدوى. وبعدها بشوية بتحاول جيسيكا تعمل مكالمة طوارئ لكن الشبكة بتكون واقفة. وفي الوقت اللي بتتكلم فيه مع ليني بيوصل روب زوجها اللي بيعرف طريقها علشان يفتح لها الباب، وبيكون معاه شخص تاني اسمه سامي. وبتستغرب جيسيكا من وجود سامي مع روب، خصوصا ان سامي ليه قصة لما اتحرش ببنتها ليني قبل كده. وبعدها بتطلب جيسيكا من روب انه يمشي هو وسامي، ولكن سامي بيحاول يقوي روب على جيسيكا وبيقول له انها بكده بتطردهم. فكلام سامي بيستفز روب، خصوصا ان جيسيكا انفصلت عن روب، وده بسبب طبعا استمراره في تعاطي المخدرات بعد هي ما اتعالجت منه. فبيقرر روب انه يضرب جيسيكا، وبتحاول جيسيكا تطلع تليفونها علشان تطلب النجدة، لكن مع ضغط سامي على روب بيستمر روب في ضرب جيسيكا وبيقع منها التليفون، وبيشدها روب علشان يدخلها تاني جوه المخزن وبيقفل عليها علشان تبدأ جيسيكا معاناتها تاني في الخروج من المخزن. وبتسمع جيسيكا صوت خبط على الباب، وفي الوقت ده بيكون روب بيقفل الباب على جيسيكا بمسامير من بره، ومنها مسمار بيدخل في ايد جيسيكا اللي بتنهار من الألم. وبعدها بيهددها روب انه هياخد الأطفال معاه، وساعتها بتطلب جيسيكا من ليني انها تدخل بسرعه لاوضتها وتقفل عليها الباب وما تفتحش لاي حد. وبعدها بشويه بتسمع جيسيكا صوت جاي من اوضه ليني، فبتنده عليها جيسيكا علشان تطمن عليها هي وابنها سايمون. وبعدها بشويه بتنزل تاني ليني لوالدتها، ومع مرور الوقت بتبدا ليني تطلب من والدتها الخروج، فبتعتذر لها جيسيكا وبتمسك ايديها وبتطلب منها انها تحاول تعتمد على نفسها وتخلي بالها من سايمون، وبتعرفها مواعيد وجبات سايمون وبتطلب منها انها تهتم بيه. وبترجع تاني تكرر جيسيكا محاولاتها لفتح الباب بمساعدة ليني لكنها بتفشل في فتحه. وبعد كده بتتعصب على ليني بسبب ان ليني مش قادرة تفهم ايه المطلوب منها بالظبط علشان تعمله، خصوصا بعد ما بلغتها ليني بان روب اخد كل حاجة تخصها معاه حتى مفاتيح العربية. وبترجع جيسيكا تاني تعتذر لبنتها انها اتعصبت عليها وانها سايباها لوحدها طول الفترة دي. وبعدها بتفتكر جيسيكا انها تخرج من تحت المخزن وبتستخدم المفك علشان تكسر الارضية بتاعت المخزن. وبعد شوية بتسمع جيسيكا صوت حد مع ليني بره، وبيطلع سامي، وعلى طول بتطلب جيسيكا من ليني انها تطلع على اوضتها تاني وتقفل على نفسها الباب قبل ما يوصل لها سامي. وبيكون هدف سامي من رجوعه تاني للبيت انه يطالب بفلوسه اللي ليه عند روب. ولما بتعرفه جيسيكا انها ما تملكش المال دلوقتي بيقرر انه يوصل للاولاد، لكن ساعتها جيسيكا بتحاول تغريب المخدرات اللي هتديها له بدل الفلوس، وبتنجح فعلا في ده جيسيكا، وبتطلب منه انه يمد ايده جوه الباب علشان هي مصابة في ايديها ومش هتقدر تتحرك. وساعتها بتكون دي حيلة من جيسيكا علشان تقدر تنتقم منه، وبيكون في ايديها المفك، وبمجرد ما بيمد ايده سامي من تحت الباب بتضرب جيسيكا بقوة المفك في ايده، وبتستخدم الحجر علشان تثبت ايده في الارض بالمفك. وبتقول له بعدها انها طلبت منه انهم يسيبوها في حالها، وهو ما سمعش الكلام وده جزاؤه. وبيفضل سامي يتوسل لجيسيكا انها تفك ايده وهو هيمشي على طول، ولما بترفض انها تفك ايده بيفضل يستفزها سامي بانه عارف انها دخلت المصحة وان روب قال له على كل حاجة، وان دخولها المصحة مش معنى كده انها اتعالجت من الادمان، لان بمجرد ما بيحصل لها اي صدمة هترجع تاني مرة تانية لحياتها القديمة. فبتنهار جيسيكا من العياط، وبيكون ردها عليه انها تجرحه في ايده. وبالليل الجو بيكون ممطر والنور بيقطع، وساعتها ليني من الخوف بتنزل لأمها وبتحذرها جيسيكا، لكن ليني مش بتسمعها لحد ما بيمسكها سامي وبيهددها انها لو ما فكتش ايده هيقتلها. ولكن جيسيكا ما بيكونش قدامها غير انها تولع في ايده علشان يسيب ليني، وبعدها بيصرخ سامي بكل قوته علشان تطفي النار. وبعدها بتضعف جيسيكا فعلا وبتحاول انها تتناول جرعة من المخدرات بتاعتها.
لكنها في آخر لحظة بتشوف في الكتاب المقدس حاجة غريبة بتشدها، ولما بتفتح الكتاب بتكتشف وجود مبلغ من المال متدبس فيه، وكل ورقة مكتوب تحتها جملة بتقويها وبتخليها ما تضعفش، وبتفهم ساعتها انها رسالة علشان ما ترجعش لطريق الغلط مرة تانية. وبعدها بشوية بتكتشف جيسيكا ان في تسريب من الحمام فوق المخزن، وعلشان تقدر تكسر السقف وتخرج محتاجة المفك. وساعتها بترجع تاني لسام وإيده علشان تسأله اذا كان ميت ولا حي، لكنه ما بيردش عليها، فبتحاول بطريقتها تفك المفك علشان تكسر بيه السقف، وساعتها فعلا بتقدر تخرج من المخزن عن طريق الحمام. واول حاجة بتعملها انها تروح تطمن على ليني وسايمون، وبتدخل فعلا اوضتهم اللي بتكون مقفولة عليهم، وساعتها بتقرر انها تكسر الباب. واخيرا بتقدر تطمن عليهم، وبعدها بتقرر على طول تاخدهم وتخرج. بس بتخرج الاول تأمن الطريق من سامي اللي بيكون لسه مكانه موجود على الارض، وبعدها بتحاول انها تقرب منه علشان تتأكد من انه ميت، وبعدها بتحاول انها تفتش في جيوبه علشان تاخد مفاتيح العربية بتاعته، لكن للاسف بيطلع انه راكب موتوسيكل. فبتقرر انها تكسر ازاز عربيتها علشان تقدر تاخد اللي تقدر عليه بسرعة، وتقدر تدخل البيت قبل ما الجو يسوء عن كده. لكن معظم الاكل بيقع منها وبتضطر تسيبه وتدخل بالاولاد، وبعدها بتقرر ترجع تاني لوحدها علشان تجيب الاكل اللي وقع منها. وهنا بيكون سامي فاق وبتحس بيه جيسيكا، علشان كده بترجع بسرعه للاولاد، لكنه بيكون قفل عليها، بس المره دي هي اللي بره وهو اللي جوه. وبتدخل من الباب بعد ما كسرته، لكن مش بتلاقي ليني وسايمون، وبتسمع صوت سايمون جاي من فوق، وبتطلع علشان تلاقي سامي بيهدد الاولاد، وساعتها بيفكرها بانه فضل يتوسل ليها علشان تسيبه. وفي اللحظه دي بيوصل روب اللي بيتفاجئ بوجود سامي واللي بيعمله، وبيهدده بالمسدس، وبعدها بيسيب سام وبيروح مع جيسيكا علشان ياخد الفلوس اللي لقيتها جيسيكا. وبعد ما بياخد الفلوس، روب بيعرض على جيسيكا انها تشاركه في جرعه المخدرات اللي كانت سايباها في المخزن، لكن جيسيكا بتضطر توافق خوفا منه، بس بتشترط عليه انه يجيب باقي الطعام اللي في العربيه من بره علشان الاولاد. فبيوافق على اللي هي عايزاه، وبيوصل علشان يجيب روب الطعام من العربيه. وبتكون ساعتها جيسيكا بتحضر اكل خاص لروب، ولكنه بيرفض الاكل، ولكنها بتصر انه ياكل الاول علشان ما يحصلوش حاجه بعد ما بياخد جرعته من المخدرات. وبيوافق فعلا روب وبياكل، وبعد الاكل بيحضر روب نفسه علشان ياخد جرعته من المخدرات. وبيجي الدور على جيسيكا، لكنها بترفض، وبتحاول كمان تهرب منه لفوق علشان تلاقي سام مقتول قدامها. وبتدخل الاوضه، لكن بيقدر روب انه يوصل لها، وبيهددها بالمسدس، وكل ده لانه مش عايز يضرب المخدرات لوحده، فاللي هو يعني ازاي اكون انا بضرب وانت بتتعالجي يعني. المهم بيقول لها انك مش احسن مني، وقبل ما يضربها بالحقنه فجاه ايده بتقف وبتقع منه الحقنه. وساعتها بتقول له جيسيكا انها حطت له في الاكل 3 جرام زياده، بس طبعا مع اللي ضربه بعد الاكل فكده هو بقى اوفر دوز. وبتقول له انها ما نسيتش اللي عمله فيها وكل اللي حصل لها وهي محبوسه في المخزن، وعيالها اللي كانوا بيموتوا من البرد بره. وبعدها بتقول له ساسحقك يا رب، وفعلا سحقته. وبعدها بنشوف ان جيسيكا خلاص قدرت تبدا حياه جديده في نفس المكان، وقدرت تستخدم حديقه التفاح الخاصه بيها وتصنع منها زبده التفاح، ويكون هو ده مصدر دخل ليها. وبكده ينتهي فيلمنا.